وتعود تفاصيل القضية إلى بلاغ تقدمت به سيدة تتهم فيه ابن الفنان محمد رمضان بالاعتداء بالضرب على ابنها تلميذ بالصف السادس الابتدائي بإحدى المدارس الخاصة الدولية بالشيخ زايد أثناء تواجدهما في أحد الأندية. وواجه الطفل على محمد رمضان تهمة الاعتداء بالضرب المبرح على زميله عمر محمد سالم، مما أدى إلى إصابة الأخير بكدمات شديدة في الوجه والجسد، وهو ما استدعى تقدم والديه ببلاغ إلى النيابة العامة للحصول على حق ابنهما. نفى المحامي بالنقض المستشار أحمد مختار وجود أي تصالح مع أسرة الطفل المجني عليه والفنان محمد رمضان على خلفية واقعة التعدي، فقد أكد أن الجلسة المقبلة ستشهد الدفع بعدم اختصاص محكمة الطفل بنظر هذه القضية. وأكد المحامي أن القضية ما تزال قيد التحقيقات. وكان الطفل علي محمد رمضان يلعب في حديقة نادي نيو جيزة في أكتوبر، وأثناء اللعب واللهو اختلف مع الطفل المعتدى عليه فقال له ما تعرفش أنا ابن مين. وكانت النيابة العامة قد أحالت نجل الفنان محمد رمضان إلى محكمة الطفل في واقعة اتهامه بالتعدي بالضرب على زميله داخل نادي نيو جيزة، وحددت المحكمة وقتها جلسة 15 مايو. وكانت والدة الطالب المعتدى عليه تشغل منصب مديرة بإحدى شركات الدعاية والإعلان، قد تقدمت ببلاغ إلى